انا معايا الكتاكيت في اليوم ال12. الكتاكيت اللي انا بستخدم معاهم الكركم من عمر ال5 ايام، يعني بخلي يومين في الاسبوع بكملهم، من كل اسبوع بستخدم فيهم كركم، على اساس ان الكركم بيقوي العظام عند الكتاكيت وبيمنع عندهم الكساح. ودايما لما تحبي تستخدم العشب، اي عشب يعني، حاولي تعطش الكتاكيت. يعني الكتاكيت انا شلت من قدامهم المية ساعة وحاطه لهم الكركم، على اساس ان هم ما يستغربوش العشب او المكون اللي انت هتحطيه ويبعدوا عنه. ودايما الاعشاب حتى ان زادت الكمية فيها ما بتعملش ضرر، لا ما بتضرش، لكن ان انا بحطها بكمية مناسبة على اساس ان الكتاكيت تتجمع ويبقى الوضع ده عليها وتاخدها، وما تبقى فيه اقبال للكتاكيت عليها. الكركم العادي اللي انا بستعمله في الاكل بحط معلقة شاي على السقاية ال4 لتر، مفيد للعظام بتاع الكتاكيت وتخلي مناعتها قوية وتخلي سحبها في العلف.